أصبح مركز حراسة المرمى في النادي الأهلي ضمن الأولويات المطروحة بقوة خلال الفترة الأخيرة داخل الشارع الرياضي الأهلاوي، في ظل الأنباء المتواردة بين الحين والآخر بوجود مفاوضات مع عدد من الحراس بالدوري الممتاز. ولكن في الحقيقة يقف مسؤول الأهلي كثيرا ليجدوا أنفسهم يمتلكون الخامات الأفضل بين حراس الدوري المصري. ما بين ثلاثي حراس العرين الأحمر تدور حلقة السوبر اليوم مع الحارس الخلوق والوفي ابن النادي أحمد عادل عبد المنعم، الذي أثبت في العديد من المناسبات قدرته على الدفاع عن عرين بطل إفريقيا. هو ما ظهر بقوة مجددا في مباراة فريقه الأخيرة أمام ريكرياتيفو الأنجولي في إياب دور 32 لمسابقة دوري أبطال إفريقيا. بدأت رحلة عبد المنعم مع الكبار بعدما انضم لصفوف الفريق الأول بعدما تم تصعيده من فريق الشباب 19 سنة، وذلك في يونيو 2005 كحارس ثالث. انضم لأول مرة للقائمة الإفريقية أمام النجم الساحلي كحارس ثالث عام 2006 مع البرتغالي مانويل جوزيه، قبل أن يسير سريعا نحو تولي المهمة والذود عن مرماه، حيث خاض مبارياته بشكل أساسي موسم 2009، وتحديدا بعدما فتح رحيل عصام الحضري الباب للحصول على الفرصة مع أمير عبد الحميد، ليؤكد عبد المنعم بمستواه المتميز الذي أظهره وقتها أن مركز حراسة النادي الأهلي لا يزال بخير، حتى انضم شريف إكرامي للفريق من رحلته الاحترافية، ويشكل مع زميله سدا منيعا لحراسة الأهلي على مدار سنوات مضت للذود عن الشباك الحمراء. ابن النادي أحمد عادل عبد المنعم، المولود في 10 من إبريل عام 1987، خاض مع الأهلي 186 مباراة في جميع البطولات، مني مرماه ب34 هدف، توج ب14 لقبا محليا وقاري، حيث أحرز 5 بطولات دوري ممتاز، 3 بطولات دوري أبطال إفريقيا، 3 بطولات لكأس السوبر المصري، بطولتين لكأس السوبر الإفريقي، وأخيرا بطولة الكونفدرالية الإفريقية. شارك عبد المنعم مع الأهلي هذا الموسم في 4 مباريات بالدوري الممتاز بمعدل 360 دقيقة. استقبلت شباكه 4 أهداف، شارك في مباراتين بدوري أبطال إفريقيا بمعدل 180 دقيقة، حافظ خلالها بتألق كبير عن مرماه فالشباك نظيفة. لا ينسى أحد من الأهلاوية دور عبد المنعم في المواقف الصعبة، حينما تحامل أحمد عادل على نفسه أثناء مباراة فريقه مع سيوي سبور، وذلك في نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية. خاض بقية المباراة بإصابة أبعدته بعدها قرابة شهرين عن الملاعب. هناك العديد من المواقف التي ربطت بينه وبين الأهلي والجماهير الحمراء، جعلته ينال احترام الجميع. ضيف اليوم هو ابن أحد ملوك حراسة المرمى المصرية، سيفتح قلبه للحديث عن كل المسكوت عنه، سيجيب عن التساؤلات التي تشغل بال الجميع، وعن إمكانية بقائه أو رحيله عن الأهلي في حال التعاقد مع حراس مرمى جدد، وأمور أخرى في السوبر.